بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي ساداتي، اهرب اهرب يا ياسين ربنا معاك. المقولة دي حصلت امتى؟ اخر واحد من ولاد بني امية حاكم مصر كان اسمه عبيد الله ابن مروان. في الوقت دوت كانت الجيوش الدولة العباسية او الجيوش العباسية كانت بتستعد لاقتحام مصر. فدخلوا عليه عبيد وقالوا له اهرب اهرب يا عبيد الله، فإن جنود السفاح يطلبونك. طبعا أول حاجة عملها دخل خزائن المال وحول، شال اللي يقدر يشيله. لو كان طايل يشيل جدران بتاعت الحيطة بتاعت القصر بتاعه كان خدها معاه على البغال بتاعته هو والعبيد، ومشي بمحاذاة نهر النيل للجنوب. وصل لحد بلاد النوبة. لما وصل هناك لقى قرية كده المية بتغمرها مرة واحدة في السنة وبتسيبها بقية السنة. وفي بيت مهجور فيها، فنزل بغاله وطلب من العبيد بتاعته ان هم يروحوا ويطلبوا ملك النوبه ويطلبوا منه الامان طبعا ليه ولحاجته. راح الخادم رجع له قال له ده ملك النوبه جاي لك بنفسه. جاله فعلا ملك النوبه وفي ايده رمح ومعاه 2 بس. حط له الوسايد واتفضل اقعد. زاح الوساده وقعد على الارض وقال له كيف سلبوا ملككم؟ وانتوا اقرب الناس لنبيكم. فقال له الناس اللي جم خدوا الملك من بعدنا اقرب لنبينا، يعني قصده ان الدوله العباسيين البيت العباسي اقرب في النسب لرسول الله عليه الصلاه والسلام لسيدنا محمد. فقال له طب ازاي انتوا قريبين من النبي بتاعكم وبتشربوا خمر وبتعملوا وبتسووا؟ احرج التاني. وبعد كده ملك النوبه قال له قدامك 3 ايام، لان يعني اتنزع الملك دي انا خاف تتحط على ارضي، فانت قدامك 3 ايام. يوم هتلم فيه اللي انت نزلته من البغال بتاعتك، وتاني يوم تبتدوا تستعدوا للذهاب، وتالت يوم تمشي، الا هقتلك وصادر كل الحاجات اللي معاك دي. فكان قدام عبد الله المروان حل واحد، ان هو تاني يرجع ويسلم نفسه في مصر للدوله العباسيه. دمتم في امان الله. وده كان اخر واحد من ولاد بني اميه حاكم على مصر. طبعا المصريين على فكره لما شافوه وهو بيهرب هو والبغال بتاعته والحاجه اللي واخدها ولا اهتموا بيه، لانهم كانوا عارفين وده محتل ماشي وواحد تاني جاي، والضرايب هي نفس الضرايب والجزيه هي نفس الجزيه. فما كانتش فارقه معاهم كتير. دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.